تعمل ايه لو الاستاذ المخرج عايز فلوسه كلها قبل ما يشتغل شوط واحد؟ صباح الخير، مساء الخير، السلام عليكم، حسب ما تشوفوني بقى. طبعا احنا اتعودنا نتكلم على حاجات قصة بي انا مريت بيها، وفي حاجات بتكلم فيها في المطلق عامة يعني. احكي لكم حكاية كانت سنة 90. كويس، كنا بنعمل فيلم، والفيلم ده كوميدي والبطل فيه كوميديان طبعا، وكان المخرج شاب، ده تالت فيلم ليه بيعمله. كويس، كنا متفقين مع موزع، كان هو ساعتها هو اللي على الساحة، محدش بيشتغل قده في التوقيت دوت، وبيشغل مصر كلها وكده، هو اللي بيوزع الشغل وكده، وبيديك سلف وبيظبط الدنيا كلها. فجينا اتكلمنا مع المخرج كان عايز سلفة قبل ما يشتغل. كان ساعتها الأجور بتتراوح من بين 5000 ل6000 ل10000 12000 بكتيره في الوقت ده للسادة المخرجين. والمخرج ده كان يدوبك على قده، عايز سلفة نص مرتب، نص المبلغ المتفق عليه. فطبعا احنا قعدنا وفكرنا ازاي نديله المبلغ دوت، وكل يوم بقى يبدل اسماء ويحط اسماء ويلم جماعة اصحابه ومعارفه والشباب اللي يعرفه والشباب وكده. احنا زرجنا عليه وقلنا له مش هندي لك حاجة. طار على المنتج، عشان ايه؟ على الموزع بقى، هو يعتبر برضه هو المنتج. قال له ايه؟ انا عايز اغير المنتج دوت. قال له ليه؟ قال له ما بيسمعش كلام. قال له اذا كان هو المنتج هو اللي هيصرف، هو بياخد مني الصرف في كل حاجه، انما هو بيدير الانتاج وبيصرف على الموضوع، ازاي اغيره لك؟ كان موقف كوميدي جدا، كل الناس ضحكت عليه، من اول البطل والبطله وفريق العمل كله. وصورنا الفيلم وعدى على خير بالسلامه والحمد لله، وخد وقته وانتهى من السينمات. ايه رايكم بقى؟